شايب حسني رحمه الله في سنة 1988 وزارة الثقافة الجزائرية بتنسيق مع مدير قصر الثقافة بوهران وبتنسيق مع رئيس قسم الإشعاع الثقافي السيد عبد القادر دعماش. السيد عبد القادر دعماش كان ديك الساعة هو رئيس قسم الإشعاع الثقافي بوهران آنذاك. هاد الناس هادو مع مجموعة ديال المنظمين اللي هما اقترحوا ينظموا واحد مهرجان ضد السجائر، مهرجان ضد السيجار. وكان من ضمن قائمة لائحة المنخرطين المسجلين في هذا المهرجان هذا هو الشايب حسني رحمه الله. الشايب حسني رحمه الله انخرط قائمة المسجلين في هذا المهرجان هذا، وغادي يغني واحد مجموعة ديال الأغاني في هذا المهرجان المنظم آنذاك. وهنا كانوا حاضرين مجموعة ديال لي زيديتور ومجموعة ديال المنتجين ومجموعة ديال لي ماناجر ومجموعة ديال المنظمين ديال الحفلات اللي هما كانوا ديجا قبل حاضرين في ذاك المهرجان ديال الراي اللي كان خلداتو وهران في 1985 اللي كنت قلت لكم بان الشاب حسني راه سجل تريو مع الشاب خالد والشاب مامي والشاب حسني، واحد التريو اللي كان غناه. هنا الشاب حسني رحمه الله غادي يتسجل في هذا المهرجان هذا وغادي يغني واحد المجموعه ديال الاغاني. وهاد المنظمين وهاد لي ماناجر اللي هنا كانوا ناس من ضمنهم كانوا ناس حابين الصوت ديال حسني يظهر انذاك. بدون ان ندخل بتفاصيل كما قال الشيخ بلاوي الهواري، بدون ان ندخل في تفاصيل احد الحوارات، بدون ان ندخل في تفاصيل بهاد الناس هادو نعرفهم شكون. كانوا ناس حابين الصوت ديال حسني يظهر انذاك. وكان الشايب حسني رحمه الله سي لا سول فوا غادي يطلع سير سين. اول مره غادي يطلع الشايب حسني سير سين. كنا من قبل بان الشايب حسني يطلع سير سين في مهرجان الراي سنه 1985 مع التريو الشاب خالد والشاب مامي، لكن هاد المره غادي يطلع وحده، غادي يغني وحده، قابط ميكرو وحده وغيغني بيرسونيل. يعني الشايب حسني غادي يغني مع واحد المجموعه اللي هي غير مقرره مع المجموعه اللي كان كيشتغل فيها من قبل ما يكون فنان مع مصطفى الشرشار الله يرحمه. كنا تكلمنا على مصطفى الشرشار وعرفنا به في الجزء الاول. هنا الشاب حسني رحمه الله في المهرجان كان المهرجان منظم واحد السنفونيه كبيره بمجموعه ديال الالات الموسيقيه اللي غادي يغني معاهم الشاب حسني رائعه جميله في البدايات ديالو، رائعه اللي غارق اللي غادي يغنيها من بعد شريط مع ايديسيون فن الغرب، وغادي يغني معاهم مجموعه ديال الاغاني ديال مرسم عيد لما كان، وغادي يغني معاهم لا عارفين هنيه لا بروميير شونسون اللي غناها مع ايديسيون 5 ريبان. وهذا المهرجان غادي يعطي الشاب حسني واحد الدفعه ثانيه حول الظهور، ما نقولوش النجوميه، لان الشاب حسني النجوميه ديالو غادا تظهر في سنوات التسعينات، في بدايه التسعينات عاد غادا تظهر النجوميه ديال الشاب حسني مزيان. وكان ديك الساعه الشاب خالد انذاك يلا ظهر الظهور ديالو حتى هو باقي ما وصلش النجوميه. هذوك الناس اللي كانوا حابين داك الوقت الشاب حسني يظهر ينافس ويظهر وينافس دوك الفنانين اللي كانوا انذاك في اواخر الثمانينات بدون ذكر الاسماء ديالهم. هنا الشاب حسني غادي المهرجان غادي يدفع به واحد الدفعه ثانيه للظهور ديالو، لان ماشي النجوميه، لان كاينه الشهره وكاين خصنا نفرقوا في الفن، كاينه الشهره وكاينه النجوميه وكاينه العالميه. كاينه الشهره بان الفنان يشتهر بانتاجاته واصداراته الفنيه، وكاينه النجوميه بان النجم ديالو كيولي ستار ما بين الجمهور ديالو، كيولي عنده ان غرون بيبليك. وكاينه العالميه بان الفن ديالو يكتسح العالميه، يعني كيخرج خارج البلد اللي هو كيشتغل فيه، كيخرج كما نقولوا اوروبا والدول الاسكندنافيه والدول الاسيويه وعلى صعيد العالم. مزيان. هنا الشاب حسني قلنا في سنه 1988 غادي يشارك في المهرجان ضد السجائر ضد السيجار، وغادي يحاول يبقاو يتصلوا به المنتجين ويسجلوا معاه، وغادي يحاول يتعرف على فنانين اخرين اللي غادي يغنيو معاه،
وانا دابا غادي نحاول نصدر لكم الاغنيه اللي هو غناها في مهرجان 1985. راه عنده مجموعه ديال الاصدارات، وكاينين مجموعه ديال الاغاني اللي هي خرجات وعطات شهره كبيره ونجوميه، وكاين بعض الاغاني ديال الشاب حسني اللي ما خرجاتش. كاين بعض الاغاني ما خرجاتش ديال الشاب حسني، يعني الانتاج ديالها ما توزعش مزيان، لا بيبليك ما تعرفش عليها مزيان. علاش انا كنقول لكم راه ما يقدرش شي واحد يحصي عدد الاغاني ديال المرحوم حسني رحمه الله. هنا الشاب حسني رحمه الله في سنه 1988 87 بدا كيتعرف وبدا كيحتك بالفنانين. انذاك بدا كيحتك بالفنانين باش يعرف كيفيه الاشتغال مع الفنانين، وسجل مجموعه ديال اللي ديو مع فنانين اخرين من غير الشابه الزهوانيه. وراه غادي يجي الجزء الرابع من هذه السلسله الفنيه، وغادي نوضح لكم الاصدارات الفنيه اللي غناها الشاب حسني مع مجموعه ديال الفنانين الاخرين. هنا باش ما نغفلوش واحد الحدث، الشاب حسني ديك الساعه كان يشتغل ويجي للبيت ديالو، لان ديك الفتره باقي ما تزوجش. سنوات اواخر الثمانينات الشاب حسني مازال ما تزوجش. الشاب حسني رحمه الله غادي يتزوج سنه 1989، غادي يتزاد عنده ابن 1989 وغادي يسميه عبد الله. هنا الشاب حسني كان كيجي للبيت ديالو في كومبيطه، عايش مع والديه. الام ديالو الحاجه العمري رحمه الله توفات في 2014، الله يوليها برحمه الله. هنا مع الاخوه ديالو سعيد الهواري والعرج. وهنا الشاب حسني رحمه الله كانت واحد القهوه حدا الدار ديالو سميتها مقهى الشباب، كافي لا جونيز. وهاد المقهى هي اللي كان كيتوافد عليها ديما الشاب حسني، وكيجلس فيها مع مجموعه ديال الاصدقاء ديالو الشاب حسني. اللي حيت قلت لكم بان عدد الاصدقاء ديال الشاب حسني راه ما يمكنش لينا نحصيوه. وكان صح ليا واحد المعلومه، واحد الصديق جزائري قال لي بان ذكرتي زينو بيكا هو الصديق العزيز على الشاب حسني رحمه الله. نعم، هذه المعلومه صحيحه. زينو، انا من ذكرت زينو راه صديق الطفوله، يعني صديق الصغر، صديق الصيبه، ابن الحي اللي كان كيلعب معاه صغير في الفتره ديالو. هذا هو زينو. ووصلتني بعض الاخبار ان الصديق زينو المحبوب لدى حسني رحمه الله حتى هو توفته المنيه رحمهم الله جميعا. زينو رحمه الله صديق المرحوم حسني راه توفته هو رحمه الله. بيكا، هاد بيكا الصديق العزيز على المرحوم حسني، هذا الصديق بيكا هو الصندوق الاسود للشاب حسني رحمه الله، هو اللي كيعرف عليه الصغيره والكبيره، اللي كان كيحكي ليه الشاب حسني الاسرار ديالو. هو بيكا كان صديق عزيز على الشاب حسني رحمه الله. هاد المقهى ديال الشباب كانت من قبل فيها الصال بيار، كما كنقولوا فيها واحد لاصال ديال فليبر. كان الشاب حسني من كيجي من الاستوديو ولا كيجي من احد الخرجات عند احد الاصدقاء ديالو، لان الشاب حسني كنت قلت لكم راه كيغني في كراجات وفي لي سطوحه، كان كيعرضوا عليه بعض الاصدقاء ديالو وكان كيشتغل معاهم في واحد الحفلات صغيره. كان كيجي الشاب حسني رحمه الله كيجي لهذيك المقهى كيتقهوى فيها وكيلعب البيار. ديك الساعه كان داك الفليبر ديال اللي كنلعبوا به ديال البياس، كان هذاك ديال البياس، وكان الكورفازي ديك الساعه ما ظهرش في اواخر الثمانينات، كان غير داك الفليبر العادي ديال البياس، وهذاك ديال لا فيديو اللي فيه سوبر نينتندو. راه نتوما كتعرفوا هاد المسائل، راه تفوتوا مع لي سوفونير بزاف، مجموعه ديال الشباب. الشاب حسني رحمه الله كان كيجي يلعب في الفليبر، كانوا كيتوافدوا عليه ولاد الحومه ديالو كيبقاو يعنقوا فيه ويبقاو يشوفوا فيه وكذا. المهم هنا ديك المقهى ديال الشباب باش كنخليوها بين قوسين لان هي من حداها بعد امتار غيخرج من الشاب حسني رحمه الله، وغادي يتم الاغتيال ديالو برصاصتي الغضب. انا الصوره ديال الشاب حسني رحمه الله، اخر صوره ملتقطه للاغتيال ديالو، راه ما بقيتش غادي نوريها نظرا للامانه الفنيه ديال الشاب حسني رحمه الله، راني وريتها غير في بدايه الجزء الاول. الجزء الثاني سمحوا لي لي بيبليك ديال الشاب حسني رحمه الله ما غاديش نظهر نبقى نوريه لكم دابا في هاد لي فيديو اللي جايين دابا حتى اخر فيديو ان شاء الله في الاغتيال ديالو، نظرا للامانه الفنيه ديال المرحوم حسني رحمه الله. راه مجموعه ديال لي بيبليك جرحتهم هاد الصوره هذه، وما غاديش عارف ان المرحوم الشاب حسني راه رحمه الله مدفون تحت الارض، لكن مدفون في قلوب معجبيه.
لكن الشاب حسني باقيه لحد الان مدفون في قلوب المعجبين. الصوره راه هي عندي، ها هي حدايا دابا، ما غاديش نوريها، سمحوا لي بزاف. الشاب حسني رحمه الله هنا في سنه 1989. انا علاش كنثبت لكم التواريخ؟ لان راه كنقول لكم راه واخا نضل نحكي لكم على السيره الفنيه ديال الشاب حسني، راه ما غاديش نعطيكم الكم الكافي باش نسردها لكم جميع من الاحداث اللي مرت مع الشاب حسني رحمه الله. لان انا ما كنتش عايش معاه في ديك الفتره، وانا ماشي من ابن البلد ديالو، وانا كنبقى بعيد عليه. لكن الجزائريين، الاخوه الجزائريين، كيبقى البلد الثاني، حنا كنحبهم من قلوبنا، وكنتمنوا ليهم الصحه والعافيه، وارفع علينا الله هذا الوباء ديال كورونا على صعيد العالم باسره. هنا الشاب حسني رحمه الله في سنه 1989 كانت عنده واحد الزياره لولايه مستغانم. كانت عنده زياره لولايه مستغانم، وغادي يلتقي بواحد الشابه اسمها فاتحه. هاد الشابه اللي غادي يلتقي بها الشاب حسني رحمه الله اسمها فاتحه، غادي تتعلق بالقلب ديالها الشاب حسني رحمه الله. الشاب حسني رحمه الله غادي يتعرف على هاد الشابه فاتحه، وغادي يتعلق بالقلب ديالها. هي فاتحه المستغنميه، كتسكن بولايه مستغانم. الشاب حسني كانت عنده واحد الزياره تما والتقى بها، غير واحد اللقاء عابر، لكن الشابه دخلت في القلب ديالو. هذه هي واحد الحدث اللي غادي نسردوه في هذه السلسله. هذه هو الحب الاول والاخير للشاب حسني رحمه الله. الحب الاول والاخير للشاب حسني رحمه الله. هذه الفتاه هذه الشابه هذه تعلق بها الشاب حسني رحمه الله، وحاول ان يطلبها من اهلها، لكن اهلها رفضوا، بان الشاب حسني بانه مغني وان عائلتها محافظه، رفضت ان تزوج الشاب حسني بابنته. فرجع الشاب حسني الى وهران بخيبه امل كبيره. الشاب حسني رجع بخيبه امل كبيره بان هذه الفتاه وهذه الشابه دخلت الى قلبه واراد ان يتزوجها، لكن عائلتها رفضت. فاصبح الشاب حسني رحمه الله قلبه متعلق بها، حتى ان الشاب حسني رحمه الله مر لها مجموعه من الرسائل ولا ميساج، مجموعه ديال الاغاني البليزير شونسون ذكر فيهم الاسم ديال فاتحه، قبل ان يتزوج بالسيده ملوكه زحزوح الزوجه الاصليه للشاب حسني رحمه الله سنه 1989. هنا غادي نبين لكم واحد المقطع ديال لي شونسون بان الشاب حسني رحمه الله تعرف على السيده فاتحه ومرر لها مجموعه ديال الرسائل. انا غنحاول دابا نجبد لكم واحد الشونسون سجلها الشاب حسني رحمه الله في ايديسيون السلام مع المنتجين قاسم وجلالي. هادو واحد جوج ديال المنتجين. انا غنحاول نقلب لكم، اسمحوا لي. هو شونسون ايديسيون السلام، لا شونسون جامي لا نسا باسي. هاد جامي لا نسا باسي هو رساله ممرره الى السيده فاتحه، الحب الاول والاخير للشاب حسني رحمه الله. هنا الشاب حسني رحمه الله غادي يذكر الاسم ديالها في هاد لا شونسون، ومجموعه ديال الاغاني غادي يذكر فيها الشاب حسني الاسم ديالها اكثر من اغنيه، لان الشاب حسني القلب ديالو اللي غادي نعرفوه من بعد انه انقسم الى قسمين، قلبه متعلق بفاتحه وقلبه متعلق بزوجته الاصليه ملكه. حتى ملكه راه عرفت الحقيقه من بعد. انا دابا نخلي لا شونسون قدامها تنوصلوا للفقره ديال الفاتحه، وغادي ان شاء الله هنا الشاب حسني رحمه الله كما قلنا السيده فاتحه التقى بها في ولايه مستغانم، واصبح يمر لها رسائل وبدا كيتراسل معاها بالرسائل، كيبعث لها الرسائل. لان الشاب حسني رحمه الله فتره التسعينات لما اصبح نجما مجموعه ديال الشباب يرسلون له رسائل الى البيت ديالو، ان ساعي البريد تعب انذاك. مجموعه ديال الاف الرسائل توفد على بيت المرحوم حسني رحمه الله،
حتى الشاب حسني انه قال في بعض التصريحات ديالو ان الاخوان اللي كيراسلوني يسمحوا لي، اللي كنجاوبهم راه كنجاوبهم، واللي ما كنجاوبهمش يسمحوا لي، ان العدد كثير. وكانت كيساعدوه ديك الساعه الاخوات ديالو في قراءه الرسائل والرد عليهم، حتى الاخوات ديالو كانوا كيساعدوا باش يردوا على المعجبين. هنا السيده فاتحه لما سمعت ان الشاب حسني رحمه الله اغتال سنه 1994 برصاصتي الغدر، لما سمعت خبر وفاته هذه السيده شلت على نصفها، شلت من رجليها بجوج لما سمعت اغتيال الشاب حسني رحمه الله. هذه السيده شلت على نصفها هنا لما سمعت وفاة الراحل حسني رحمه الله، وأن عائلتها قامت بزيارة إلى فرنسا لكي تعالجها لكن بدون جدوى. وبقات السيدة أم مرحوم حسني رحمه الله الحاجة العامرية، حتى أنها كانت تعلم بأن ابنها كان متعلق بهذه الشابة، كانت تزورها في بيتها في مستغانم. لكن للأسف السيدة لم تشفى من شللها، نرجو لها الشفاء العاجل. الشاب حسني رحمه الله كنقول بأنه كان يمرر رسائل للسيدة فاتحة قبل أن يتزوج السيدة مليكة وينجب مع ابن اسمه عبد الله. هذا هو الابن الوحيد الذي أنجبه الشاب حسني رحمه الله مع السيدة مليكة زحزوح المقيمة بفرنسا، هي وابنها الآن. وكان لهم بيت في عين تيموشنت، هو البيت الذي بيت أهلها والتي كانت تأتي لزيارته مع ابنها في حياة المرحوم حسني رحمه الله. لأن من بعد وفاة المرحوم الشاب حسني رحمه الله ابنه عبد الله لم يأتي إلى زيارته بتاتا، وانا هذه الفكره اللي ما عرفتهاش لحد الان. ابن الشاب حسني رحمه الله لما توفى الاب ديالو ما بقاش زار الاب ديالو، انا لا اعلم الاسباب، عكس السيده مولوكه انها اتت لزيارته عده مرات. يا فاتحه هو المقطع قلت معك صغري بغيتي كنت يا فاتحه، غير بقيت كنتكلم، لكن المقطع انا جبته لكم. هنا المرحوم حسني رحمه الله قلنا فاتحه بقيت متعلقه بقلبي سنه 1989. علاش كنشير لكم السنوات باش نمشي مع الاحداث. هنا في سنه 1989 غادي يبقى الشاب حسني رحمه الله في قنبيطه يتعرف على مجموعه من الفنانين ويصدر معهم مجموعه من الاصدارات والاشرطه على اساس باش يرفدوه، حيت هو لما سجل البوم مع الشابه الزوانيه كان محمد سانكريبا ديك الساعه كان الشابه الزوانيه كوني ديك الوقت، قال محمد سانكريبا يسجل مع الشاب حسني باش طلعوا شويه في الفن، لكن رجعت بالمقلوب. لما تلاح الشريط في السوق الشاب حسني دار بوم، ولات الزهوانيه كما نقولوا لا دوزيام بارتي، الشاب حسني نمبر 1. هنا غادي يتعرف على مجموعه ديال الفنانين اللي غيشتغل معهم الشاب حسني، غيشتغل مع الشابه زهره، وغادي يشتغل مع الشاب عبد الحق، وغادي يشتغل مع الشابه نوريه، وغادي يشتغل مع الشابه زاهيه، وغادي يشتغل مع الشابه سوريه كينان. هادو مجموعه ديال الفنانين اللي غادي يشتغل معاهم المرحوم حسني رحمه الله تعالى اواخر الثمانينات. وغادي يشتغل مع مجموعه اسبانيه باش تكون هذه المعلومه صحيحه في الذهن ديالكم، مجموعه اسمها مجموعه فلامينغو. غادي يغني مع المرحوم الشاب حسني واحد الشريط غادي يسجلوه عند دار سانكريباه، وهذا الشريط هذا راه كان عندي بعنوان ديالو لو غوغريتي، كان عندي هذا الشريط هذا لكنه اندثر مع الوقت. هذا الشريط راه كان عندي لكنه اندثر مع الوقت. غترجعوا راه ما غاديش تلقاوه في الانترنت. هاد لا شونسون غنى معاهم حرمت روحي من كون نسوان،
وسيمفونيه رائعه بلي الجيتار الاسباني في ذاك الوقت سجلوها. و جو كخوا لا دوزيام تيتر ديال لا شونسون داني وجو كخوا سال دم دراعي وبس على السما اللي انا دلالي. و تروازيام شونسون ربما حبيتك مسألة الناس ظنيت ظنيت نفس الإحساس قلبك حجر ورصاص. وربما كاتريام شونسون نبغيك. و سانكيام شونسون جو كخوا الشيره اللي نبغيها الدواء الحسادين. هاد الشريط هذا بالذات سجلوا مع مجموعه فلامينغو ايديسيون سان كريبان، والشاب حسني دار ليه من قبل منه اوماج مع ايديسيون اوماريا، شريط في نفس لي تيتر ديال لي شونسون مع ايديسيون اوماريا. يعني كنقول لكم شاب حسني راه كان كيشد لي شونسون كيعاود يقلب الايقاع، واللي كان غير كيتعامل معاه في الملحن ديالو شاب حسني راه غتجي الحديث ديالو من بعد هو علي بوعبد الله هو الملحن والاورغانيز. سي ان ميور اورغانيز اللي اشتغل معاه الشاب حسني في الفتره ديال بدايه التسعينات. انا غادي نجي باش نعرف لكم الموسيقي اللي اشتغل مع الشاب حسني. هذا علي بوعبد الله يطول ليه في العمر، راه باقي على قيد الحياه، ملحن ديال الشاب حسني رحمه الله. هنا وغنى الشاب حسني مع مجموعة جيبسي كينز الإسبانية آنذاك في فرنسا. وهنا كان الأخ ديال فرقة جيبسي كينز ساكن في الحومة ديال الشاب حسني مع الزوجة ديالو في بيربينيون. كان ساكن الأخ ديال فرقة ديال جيبسي كينز وعرفوا على فرقة جيبسي كينز وغنى معاهم الشاب حسني. ما غناش معاهم شريط، غنى اغنيه معاهم البيضه مون امور مع جيبسي كينز بالاسبانيه مي اموري. لكن هذه الاغنيه بقيت انتيم عند السيده ملوكه زحزوح. هذه الاغنيه بقات عندها كسوفونير ما عند حتى شي واحد. كنتحدى اي واحد اللي يجيب لي هذه الاغنيه، كاينه عند السيده ملكه زحزوح. ما غنيش الشاب حسني مع جيبسي كينز في فرنسا سنه 1993. هنا غادي نتوقفوا في الجزء الثالث عن ذكرى 26 لرحيل المرحوم حسني رحمه الله. وكنتمنى الفيديو يروقكم وينال الاعجاب ديالكم، وكنتمنىكم تشوفوا الفيديو ويلقاكم في صحه جيده، وتبعتوا لي لايك ديالكم ولي كومونتير ديالكم. والى مشيئه الله في لقاء معكم في فيديو جزء رابع لمسيره الفنيه للمرحوم حسني رحمه الله. وكنتمنى الفيديو يروقكم ويعجبكم، وكنتمنى من الناس اللي هما ساندوني وساندوا السلسله الفنيه ديال الشاب حسني رحمه الله الصحه والعافيه. وكنتمنى لكم الصحه والعافيه والشعب الجزائري قاطبه، الشعب الجزائري الشعب الثاني واخواننا الجزائريين الذين نحبهم في الله. وكنتمنىكم ترحموا على المرحوم الشاب حسني والعائله ديالو اللي توفاهم الله، الاخ العرج والسيده العامريه رحمهم الله. والى اللقاء في لقاء رابع ان شاء الله بحمد الله.